المعجون من عاداتنا التقليديه الجزائريه. اليوم جبت لكم معجون الكرموس ولا الكرطوس ولا واش يتسمى، ولا البخسيس، كل واحد واش يسميه. يعني تسمياته تتعدد من بلاد لبلاد، وعندنا بزاف شجر في بلادنا. هاد الشجره اللي تجيب لنا بزاف مذكور في القران طبعا التين. اليوم رايحين نديروا هاد المعجون بطريقه بزاف هايله ورايحين تحبوها مع طريقه حفظ المعجون. هنايا عندنا الكرموس، عندي الاخضر وعندي عنق حمام. عندنا زوج انواع، هذاك اللي يجي في الشجره تاع الباكور وتجيب الكرموس، وهذاك الكحل يجي غير بالكرموس، يعني يجي غير كرموس وحده، يجي غير في هذا الوقت. هنا كيما راكم تشوفوا واش نديروا ميمي، نقشروا هذا الابيض. هنا الابيض نقشروه والكحل نخلوه بالقشره. ايوه نسميوه، هذا يسميوه الخضريه، كرموس خضريه، كل واحد واش يسميه. شوفوا انا تختلف التسميه اون فرونسي. فيغ، لي فيك. هنايا رايحين نقطعهم هكذا كيما راكم تشوفوا. وميمي راهي تعاون فيا، الله يد بيد باش تتعلم. لازم تتعلمي اكيد. شوفي هنايا هذاك نحينا له القشره وقطعناه، وهدايا ما نحينا له، نحينا غير هذاك الفوقاني وحشيناه بالجوزه لداخل. اذا قعدت لكم الجوزه قعدت، واذا ما قعدتش معليش يولي مخلط. ايوه. هنا واش نديروا، نحكموا الماء، ما نبيتوش كيما الفواكه. واحده اخرى عندها 700 غرام سكر، درنا فيها نص لتر تاع الماء، عود تاع قرفه في الكحله، ولا فاني في البيضه. هنا درتي 2 أدواق. ايوه نخليوها تعقاد كيما راكم تشوفوا هنا. من بعد نزيد لها الكرموس من الفوق. هنايا هاد الكرموس الكحل تاني كيف كيما راكم تشوفوا حتى رغوات باش نحطوها. الكرموس ما نبيتوهاش، ولو كان نديروا لها مثلا كيلو بكيلو، مثلا كيلو كرموس وكيلو تاع السكر، واش يصرى لها؟ هذيك القشره تولي يابسه، تولي شغل راكم تاكلوه في الكرموس اليابس ماشي معجون. شغل كاراميليزا لداخل بالبرا، يولي كاراميليزي، ماشي كاراميليزي، شغل يولي دور، تولي حرشه وتولي يابسه. شغل علاش ناكلو فيه معجون؟ يولي مسكر من برا. هو ما يوليش كريستاليزي بصح، يولي شغل ما يديرش لي كريستو هادوك بصح، وشنو يولي يابس لداخل. هنا كيما راكم تشوفوا نحيو كامل هذيك الرغوه اللي تطلع فوق المعجون هكذا. نحي. شوفوا نقدروا نخليوه حتى يعقد مليح باش نحيو الرغوه، ونقدروا نحيوها من الاول. انا حاجه اللي عرفتها ولا تعلمتها مع الوقت، كي نخليه يعقد من الاول تكون كاين الرغوه بزاف، كي يبدا يعقد تولي ما كاش بزاف. شفتوا داك الصحن، هذاك الصحن اللي بردته في الفريجيدير، درته لي ميمي في الفريجيدير برد. من بعد واش درنا فيه ميمي؟ نحطوا قطره من هذا السيرو، اذا شفناه عقاد سي بون، جمد سي بون. اذا ما دمعتش راهي خلاص عقاد. الا دمعت راهو مازال يخصو الطياب. شوفوا هنايا درتهم في هذا البقال، درتهم عمرتهم وخليتهم في هكذا نقلبهم، ومن بعد نحط هادوما ونزيد نعمر المعجون الاخر، على خاطر هذا طول شويه باش طاب. كيما راكم تشوفوا ما نعقدوش 100%، على خاطر راح ندير له لا باستوريزاسيون داخل الفوغ. تشوفوها معايا نتوما السيدات اللي تخدموا لا كونفيتور، عندكم فوغ وما عندكمش ستيريليزاتور، خاطر كاين ستيريليزاتور ميمي سبيسيال كونفيتور. بالك غالي شويه، تحبوا ديروا مشروع تقدروا تخدموا بهذه الطريقه اللي تجي بزاف هايله. شوفوا هنايا تحطوا المعجون هذا نغلقوا هكذا مليح. وبالنسبه للسكر ميمي كاين حاجه، السكر الفاكهه، كل فاكهه كيفاش. كيما الكرموس حلوه بزاف، ما تحبش بزاف السكر. كاين بزاف اللي يقولوا لي الكميه تاع السكر. من بعد راح نزيد لكم، ندير لكم معاجن واحد اخرين وتشوفوا الكميه تاع السكر شحال تكون فيهم. هنا نحكموا سنيوه، نسدفوا فيها البوايض تاعنا تاع المعجون هكذا واقفين، ونحطوا لهم الماء سخون، ولا تحبوا ديروا بارد عادي. وشنو انا نحب السخون باش يدي لي 30 دقيقه. هنا نديرهم في 130 درجة في الفرن مدة 30 دقيقة، يعني 30 دقيقة. هاي ليكم 130 درجة 30 دقيقة. راح حتى وحدة ما تنساها، حتى انتي ميمي ما تنسايهاش ان شاء الله. ومن بعد واش نديروا ميمي؟ نحكموهم، نقلبوهم ونخلوهم يبردوا هكذا. راهم خرجوا كاع الهواء. العامل اللي يخلي البكتيريا تتكون داخل المواد واش هي؟ الهواء الداخل، ولا الاكسجين، هو اللي يغذي البكتيريا ويخليها تتكاثر في المواد الغذائيه. فهنا واش درنا؟ درنا لا باستوريزاسيون ولا لا ستيريليزاسيون اللي تخليهم يعيشوا لنا مده طويله. انا كيما شفتوا معايا ما نديرش باستوريزاسيون للعلب. هذه هي طريقتنا لنهار اليوم. نتلاقاو بكم ان شاء الله كل يوم مع جديد. سلام.